فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات في الجزائر وفي كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم وحصتكم هلا سألوا. في برنامج هلا سألوا نستضيف متخصصين في الشريعة والفقه الإسلامي للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. مشاهدينا الكرام، رحبوا معي في حلقة اليوم بفضيلة الدكتور سعيد بويزري، أستاذ جامعي. أهلا ومرحبا بك سيدي الشيخ. مشاهدينا الكرام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عن موضوع النصيحة نتكلم اليوم مع فضيلة الشيخ. سيدي الشيخ، ما هو معنى النصيحة إذا شئت؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. هذا الحديث الجامع يستهدف من خلاله مقاصد عدة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن النصيحة يحتاج إليها كل الناس. صحيح. لا يمكن لأي إنسان مهما ارتقى وعلى إيمانا وفقها وفهما وخبرة أن يدعي أو أن يزعم أنه فوق النصح. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، بهذه الصيغة الاستغراقية. هذه الصيغة تفيد الاستغراق والشمول. الدين النصيحة، كانه يختزل الدين الإسلامي العظيم الذي ارتضاه الله لنا في النصيحة، لأن النصيحة تجبر النقص، لأن النصيحة توجه، ترشد، تعلم، تبين، توقظ إلى آخره. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن كنت نسيت وكتابه. نعم، فالله يبارك فيك. فالنصيحة تستوعب الجميع. يعني أستاذي الكريم، في نعم. النصيحة، يعني النصيحة يقال أيضا أنها الإخلاص، يعني فيها نصحت العسل أي خلصته. يعني نعم، لغة يعني كلمة النصيحة من النصح، نصحت العسل مع صفيته. فبالتالي تحمل معنى الإخلاص، تحمل معنى الصفاء، معنى النقاء. لذلك لا يمكن للناصح إلا أن يكون أمينا، لا يمكن للناصح أن يكون إلا مخلصا، فلا يقول إلا ما يرضاه لنفسه، طبقا لحديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرسل صفوة الخلق جميعا كانوا ناصحين، وهناك آيات في هذا الباب. كانوا ناصحين، ينصحون أقوامهم، يوجهونهم، يرشدونهم، يبينون مواطن الخلل في سلوكهم، ويبينون مواطن الانحراف في عقائدهم، فهم خير الناصحين. والصحابة كانوا كذلك. إذا كان قرينا أول خطبة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق يقول: لقد وليت عليكم ولست بخيركم. شوف التواضع يا أخي بلال، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إلى أن يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، إلى آخر الخطبة الرائعة التي تعتبر نبراسا في الطريق، تحدد معالم في الطريق لكل من يتولى المسؤولية على الناس، لكل من يرعى شؤون الرعية. وعمر أيضا، تقريبا خطبة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد طبعا أبي بكر الصديق تشبه هذه الخطبة، إلى أن يقول: من رأى في اعوجاجا فليقم ويمه. فنهض أحدهم قائلا: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا. فهذا اسمه بلغة العصر إنضاج الرأي العام. معناه
الرأي العام. وجاء يعني لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. إن لم نسمعها. بارك الله فيك. معنى الضمان الكبرى لولي الأمر للحاكم المسلم يكون عنده أمة، يكون عنده رعية واعية فاهمة، عندها رأي عام ناضج يضبط حركة ذلك الحاكم ويوجهه وينصحه وهكذا. فبالتالي إذن، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة عاشها ومارسها ونصح الصحابة وأمرهم أن يكونوا من الناصحين، وبين أيضا شروط هذه النصيحة. لأن النصيحة أستاذي الكريم، قبل الخوض في شروط النصيحة، السامع حينما يسمع النصيحة لله، كيف تكون نصيحة لله ولرسوله ولكتابه؟ مفهوم لأئمة المسلمين وعامتهم، لكن كيف تكون النصيحة لله ولرسوله ولكتابه؟ نعم، نصيحة لله تكون بالإيمان بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وإخلاص الإيمان لله عز وجل. إذا قلنا كلمة النصح تحمل كلمة الصفاء والنقاء، فلا يصح أن تكون الإيمان، أن تكون العقيدة أو أن يكون الإيمان مشوبا بشوائب الشرك. لذلك ربنا سبحانه في القرآن الكريم في أواخر سورة البقرة قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني الكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. يسبق الإيمان بالله، والنتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله نفي، ويؤمن بالله تساوي إلى الله. نحن نقول باستمرار لا إله إلا الله، يعني كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالإيمان يجب أن يكون ناصحا، يجب أن يكون صافيا، يجب أن يكون نقيا. نعم. كذلك لكتابه، وكذلك لكتابه أيضا العمل بكتاب الله عز وجل بإخلاص. فلا يصح للإنسان مثلا أن ينتقي بين الآيات، هذه الآية يطبقها وتلك لا يطبقها. لذلك وكذلك ما نقوله عن الكتاب نقول وهو الوحي، نقول أيضا عن الشق الثاني الوحي وهو السنة النبوية. لذلك هناك آية جامعة في سورة النساء في الآية 65 رب يقول: فلا وربك لا يؤمنون. علماء الشريعة وعلماء التفسير بالذات قالوا هنا المراد بنفي كمال الإيمان، ما هوش نفي مطلق الإيمان، لا، كمال الإيمان مش صحة الإيمان. باش نوضح هذه المسألة، ربي سبحانه يقول: فلا وربك لا يؤمنون، نفي كمال الإيمان إلا بثلاث شروط وردت في هذه الآية: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا إذا عرضت عليه قضية يحكم كتاب الله وإلا سنته، كما قال معاذ بن جبل حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام قاضي اليمن، قال: بما تقضي بين الناس؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد فقال فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي ولا آل. إذن كان ناصحا أمينا، كان صادقا في سلوكه، صادقا في إجاباته. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. إذن ربنا سبحانه وضع الشرط الأول في هذه الآية: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم بوحيه بالقرآن الكريم أو بسنته الشريفة المطهرة. الشرط الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وهذا أيضا يحمل معاني الإيمان والإخلاص الصادق في التعامل مع الوحي. معنى أخي بيال ممكن الإنسان يطبق مقتضى الآية ولكن هو قلبه رافض، يقول لك الشيخ بلال قال هذا الكلام نطبقه خلاص هكذا، يعني كما كونتر كور، يعني قلبه ماهوش راضي. ولكن ربنا سبحانه دخل في عمق قلب الإنسان، قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، معنى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث وهو التسليم الظاهري، يعني التطبيق العملي لما حكم به نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في النصيحة لله ولكتابه ورسوله. سيدي الكريم، باختصار طبعا هناك معاني أخرى يعني. أكيد. أستاذي الكريم، الآن نتكلم عن آداب وشروط النصيحة. الإنسان إذا أراد أن يبلغ النصح لابد أن يتمتع أو أن يكون على علم بالطريقة التي يبلغ بها النصح. لأنه بعض الناس ربما قد يظن نفسه ناصحا وفي الحقيقة هو فاضح لغيره. بعض الناس يظن نفسه ناصحا في قضية معينة ولكنها قضية خلافية في الأخير. الناس يعني الفقهاء والعلماء اختلفوا فيها. كيف يكون الإنسان ناصحا لغيره؟ بارك الله فيك. الكيفية تظهر في هذه الشروط. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. معنى الإنسان ابتداء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع:
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لازم واحد في المنطلق نتاعو في المبتدأ نتاعو ينصح لوجه الله. قال هناك خلل، هناك خطأ، هناك اعوجاج، هناك انحراف. الإنسان هذا الناصح يوجه النصح للمنصوح، للشخص الذي يتلقى النصيحة. لازم هذا الناصح الشرط الأول لازم يستحضر هذا الإخلاص، لأن الخلاص في الإخلاص النية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العلم. مع أنت لا يمكن أن ينصح. يعني أستاذي الكريم، نعم. في موضوع النية، في موضوع الإخلاص في النية، أن الإنسان يريد وجه الله، لا يريد شهرة نعم. ولا يريد شماتة بالآخرين، لا. ولا يريد من جهة لا. أخرى التشهير بهم أو ما شابه ذلك، بارك بل الله فيك. يريد أن ينصح أو التعالي أو التعالم. كل بارك الله هذا فيك. مرفوض. نفي كل ما ذكرت. جزاك الله خير يا أخي بلال. هذه المسألة التي ذكرتها يجب أن يستبعدها الإنسان من خلده، يجب أن يستبعدها من قلبه، وإلا هذا الشرط لا يتحقق، شرط النية. الشرط الثاني يا أخي بلال هو العلم. مع أنت ما يقدرش واحد ينصح في مسألة هو لا يعلمها أبي بريبر كيما يقول هكذا قال رايو خلاص. لا. لذلك عجبني كي قلت لي باللي حتى في المسائل الخلافية، في المسائل الفقهية مثلا، صحيح، يجي واحد يروح ويشوف واحد آخر يقول له شوف أنا لك نصيح أمين، عود الوضوء نتاعك ما تعرفش. معليش نعطيك مثال عملي حقيقي. قال لك في إحدى المرات، إن شاء الله السادة المشاهدين يسمحوا لنا على هذا المثال، في واحد شاف واحد آخر يتوضأ، وكي توضأ هذاك الإنسان توضأ وصل لمسح الرأس دار هك فقط. وبعدين هذا الناصح قال له أروفير، معنى الوضوء نتاعك باطل. وهذاك عنده علم، قال له هذا الوضوء نتاعي جائز، يعني الطريقة هذه اللي مسحت بها الرأس جائزة من الناحية الفقهية. وهذا واش قال له؟ قال له ربي واحد وضوء واحد فقط. بعد ذلك الإنسان المنصوح قال له يعني كيف، يعني ما كانش طريقة أخرى لمسح الرأس؟ قالوا نعم. قالوا لازم دير هك، يعني هو قالها آلي روتور آلي روتور. وطبعا احنا في الفقه المالكي هكذا. صحيح. ولكن عند باقي الفقهاء كاين طرق أخرى لمسح الرأس، لأنه ربي كيقال في القرآن الكريم وامسحوا برؤوسكم. الباء هذه تحتمل أكثر من معنى من معانيها. البعضية التبعيض، يعني بعض الرأس يجزئ، بعض الرأس يجزئ. وكذلك من معانيها الإلصاق. إذا كان واحد كي دار هكا بالماء في يده، يعني في النهاية يجب الإنسان في نصحه يجب أن يكون عارفا. بارك الله فيك، باش ما يبقاش هناك مشكلة. الشروط الأخرى سيدي الكريم. الشروط الأخرى، الشرط الثالث أنه لا يفضحه أمام الناس، يعني يدل النصيحة وحده. وهناك يعني مثل شائع، نعم. النصيحة وسط الناس فضيحة. نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العملية كي يشوف خلل ما يقولش فلان دار كذا وكذا يفضحه قدام الناس، لا، يقول ما بال أقوام هكذا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، معناه يوجه النصح للمعني، وفي الوقت نفسه يعلم الآخرين دون أن يفضح المنصوح. هذه أهم شروط النصيحة. وهناك شرط آخر، أن الناصح يتقبل الأذى من المنصوح، يعني قد يرد عليه بارك الله فيك. ممكن تحاول تنصح إنسان نصيحة صحيحة وبخالص النية، ولكن يرد ردا سيئا. لازم الناصح يتحمل ذلك الأذى لوجه الله تعالى. نعم. يعني قد تجد إنسان أستاذ، يعني على سبيل المثال، يعني وهذه حدثت في واقعنا المعيش، إنسان ينصح إنسان مثلا فقط في إطار سيارته، يقول له إطارك فيه ثقب أو أنه ناقص أو ما شابه ذلك، فيرد عليه، يعني هذه في القيادة، فيرد عليه بيقول له يعني أنا رأيتها وما دخلك، يعني أكرمك الله. فيعني هذا الإنسان يجب أن يتقبل. ربما صحيح. بعض الناس يرد رد فعل يقول أنا لن أنصح مرة أخرى، كما يقولوا يعني أنا نحفر له في قبر أمه وهرب لي بالفاس. يعني هذه موجودة سيدي الكريم. صحيح. ولذلك الإنسان كما قلت دائما يهيئ نفسه لتقبل يعني رد فعل المنصوح،
ويفعل ذلك لوجه الله تعالى، والله لا يضيع أجر المحسنين. شكرا لك فضيلة الشيخ على ما ذكرتنا به وقد أجدت وأفدت. الله مشاهدينا الكرام، أما الآن وعلى بركة الله تبارك وتعالى نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم. ما عليكم إلا أن تتصلوا بنا على الأرقام المبينة أسفله في الشاشة. ومع أول اتصال السيدة مالكة من بسكرة. تفضلي سيدتي، ونأسف على الإطالة. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام على الشيخ اليوم معك. شكرا. فقط لو ترفع الصوت قليلا سيدة مالكة. خويا عندي زوج أسئلة. تفضلي بهما. خويا السؤال الأول، عندي ولد أختي. عندي ولد أختي يسكنوا هما في مدينة الريف، الولاية اللي تعرفوش، كاين فيها واحد الولي صالح. كان الولي الصالح هذاك هو راح ولد أختي هذاك عمره 19 سنة، راح الولي الصالح هذاك هذاك عنده دار، والدار هذيك ما عندهاش مفتاح ولا يدخلوا هكا. يدخل الداخل كاين الشماع الداخل تاع الناس يديروا معدات، كي لقاهم تما عبى الكابان تاعو وجابها. هو عنده واحد المحل اللي فيه مواد غذائيه ودوك داهم الشماع هذوك. درك الام نتاع اختي تسال خافت الشيء هذا يعود يكون حرام، اما الشماع هذا حرام ولا حلال؟ الناس دايرين معدات وحاطين في جامع حلال. عند الولي الصالح هذاك هو جابهم وباعهم دافعهم. دركا خويا حرام ولا حلال؟ اذا كان الشيء هذا حرام يعني هو كيدخل لقى الشمع بزاف هزهم وداهم. لقى الشمع بزاف، الولي الصالح هذا هزهم وداهم باعهم. مفهوم. هذا سؤالك الأول. السؤال الثاني خويا انت اللي بقيت السؤال كما دوك اذا كان الشيء هذا حرام تحكم اختي كما تجمع قيس الشمع هذا كل صوار تدقن تعطيهم للفقراء، ولا لازم تشريهم الشمع وتحطهم عند الولي الصالح هذا تعاود تشريهم الشمع وترجعهم للولي الصالح هذا، ولا تما صوار وتفرقهم على الفقراء، ولا ماهوش حرام ما تلقاهم محطوطين؟ هو دخل لقى الباب محلول فات الداخل لقى الشمع هذاك هزهم، الناس دايرين المعدات حاطينهم. خويا السؤال الثاني منام على بالي، يعني انت واحد رمضان المنامات بصح نتمنى من الشيخ يجاوبني عليها لانها محيرتني. تفضلي. انا كل ما نرقد ننام نفسي عطشانه، نشرب قد ما نشرب الماء قد ما نبقى عطشانه. اخرين قالوا لي شري الماء وصدقيه، واخرين قالوا لي لا مش تشري الماء وصدقيه، قالوا لي تحت لي رخص. قلت كل واحد مثلا الفاتوره تاع الماء، اذا كان عنده فاتوره تاع الماء مش خاصه تخلص له الفاتوره تاع الماء فريش. انا نتمنى من الشيخ يجاوبني ويفهمني في النقطه هذه. ان شاء الله تسمعين النصيحه والتوجيه من فضيله الشيخ. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. معنا السيده فاطمه من العاصمه. تفضلي سيدتي. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي عندي سؤال نطرحه للشيخ. تفضلي. انا توفى زوجي من مده. الله يرحمه يا رب. الله يسلمك. وفي مكان العمل طلبوا علينا الاوراق من طرف الورثه باش يصرفوا لنا منحه الوفاه. ايوه. كان عندي زوج بنات والاب نتاع الزوج وولد صغير. واش قالوا لي البنات كي عاد يخدموا ما يعطيولهمش. والاب الزوج عنده منحه التقاعد، هو ثاني ما يعطيولوش. هذيك المنحه قسموها غير بيني انا وبين الابن نتاعي اللي مازال ما يعملش. درك انا حبيت نسال السؤال، درك انا مانيش فاهمه الورثه درك يدوا ولا ما يدوش؟ خاطر كي سالتهم انا في العمل قالوا لي البنات يخدموا ما عندهمش حق، الاب الزوج عنده منحه التقاعد ما عندوش الحق، قسموها غير بيني وبين ولدي الصغير. ومع العلم انا ثاني عندي المنحه نتاعي. مي درك انا حبيت نعرف درك هذا الحق هذا نتاع المنحه هذه نتاع الوفاه اللي يعطيوها للزوجه والابن، اسكو نعاود نمد للوراثه ولا لا مانيش فاهمه. مفهوم. ان شاء الله تسمعين الاجابه وربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه يا رب. يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك يا سيده. شكرا. معنا السيده زاهيه من قسنطينه. تفضلي سيده زاهيه. نعم. مرحبا. الو. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا عندي سؤال. تفضلي به. توفى الزوج. الله يرحمه يا رب. ربي يرحمه ويرحم مرحم. وانا مع زوجة ثانية. انت زوجة ثانية؟ انا. زوجة ثانية. الله يبارك. ايوه. وهو ما عنده الاولاد، عنده 4 كرات بنات. يعني منك ولا من المرأة الأولى؟ من الأولى. أنا ما عنديش. عنده؟ مفهوم. أنا ما عنديش أولاد. معليش. 4 أولاد. وعنده دابة اللي ساكنين فيها. نعم. ما عندناش حاجة أخرى.
يقول لي اسك نقدر نخرج من الدار، يقدروا يخرجوا لي من الدار ولا نقعد فيها قسمت راجلي. عندي 14 سنه كي ديتو. ايه مفهوم. يعني الامور وصلت الى حد انهم طلبوا منك الخروج من البيت؟ لو كان ما طلبوش، بس لو كان يطلبوا. ايه مفهوم. ان شاء الله. يعني هو خلى غير البيت اللي راكي عايشه فيه فقط؟ برك هذاك مكان. عايشين معكم في نفس البيت بعد؟ خلاص ان شاء الله. 4 معايا. الله يبارك. زوج خاطي معايا. خلاص مفهوم. ان شاء الله هذا هو السؤال. ان شاء الله تسمعين الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله. وربي ان شاء الله يؤجرك في مصيبتك ان شاء الله يا رب. شكرا. معنا السيده مريم من البليده. تفضلي سيده مريم. مساء الخير خويا. السلام عليكم. مساء الانوار. مرحبا بك. يسلمك يعيشك. خويا كاينه وحده صديقتي يسمح فيكم ما قدرش نقولكم. معليش باباها يخدم في الصحراء ويماها تخدم. قالت لك اني يما يتشوف فيها باللي تخون في بابا. اسكو تقول له ولا زقات على يماها ما حبش تسمع. قالت لك اسكو نقول بابا ولا لا؟ خلاص ان شاء الله تسمعين الاجابه ان شاء الله وما يكون غير الخير ان شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. صح. شكرا أستاذي الكريم. إذا نبدأ مع أسئلة المتصلين الكرام. نبدأ مع السيدة مليكة من بسكرة. تقول أن ابن أخاها ذهب مرة إلى يزور يعني في قبر، ووجد هناك شموع أخذها وباعها، وتسأل الآن ما حكم هذا الفعل وكيف يتصرف وكيف يصنع؟ شوف يا أختي الكريمة، أختي مليكة من بسكرة، هذا الشاب الذي أخذ هذه الشموع أخذها بغير وجه حق. لماذا؟ لأنه هذا الشمع ماشي نتاعو. احنا في الشرع لا يجوز شرعا باش واحد ياخذ حاجة ماشي نتاعو إلا بإذن صاحبها، إما إعارة، إما هدية، إما بيع، وإلا فلا. هذو خذاهم بأي حق. ممكن هذا الشاب لو كان نفترض ممكن يقول مادام هذا الشموع يديروها وبدعة وكش من هذا القبيل ليس من حقه، ما هو شغله، هذا شغل تاع ولي الأمر. لأنه يا أخي بلال مادام مرنا في موضوع الدين النصيحة، هناك بعض الأعمال يتولاها ولي الأمر، ما هوش أي إنسان. ربي سبحانه حينما أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وشهداءنا